صراع القوى السياسية في السودان تشعل الصراع مع السيسي ومصادر تكشف الخطوات المصرية. أطلقت قوى سياسية في السودان رصاصة الرحمة على ورشة القاهرة التي دعت لها الحكومة المصرية لحل الأزمة السياسية في السودان، وعبرت كيانات سياسية عن رفضها بصورة واضحة للدعوات المشاركة في الورشة بحجة أن الاتفاق الإطاري الموقع بين المكون العسكري وقوى سياسية مدنية يمضي نحو نهايته بتوافق كبير حول الرؤى والمحتوى المطروح. وأكدت القوى السياسية الرافضة للمبادرة المصرية أو ما يعرف بورشة القاهرة التزامها بالاتفاق الإطاري والعمل على إنجاحه، لأنه حوى معظم مطالب ثورة ديسمبر وحاز على قدر كبير من القبول وسط كافة الأطراف. وفي مطلع يناير الجاري كشف سفير مصر بالخرطوم هاني صلاح عن طرح القاهرة لمبادرة مصرية للتوصل إلى تسوية سياسية سريعة في السودان، منوها إلى أنه تم الاتفاق على توضيح عناصر المبادرة بشكل أكبر وبصورة فاعلة لمختلف الدوائر الرسمية والإعلامية والشعبية بالسودان. جاء ذلك في أعقاب زيارة قام بها رئيس المخابرات المصرية اللواء عباس كامل إلى الخرطوم في يناير الجاري، التقى خلالها رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ونقل له رسالة شفوية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بشأن العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، وبشأن الورشة التي دعت لها القاهرة وقطعتها تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير. قال الناطق الرسمي باسم العملية السياسية خالد عمر في حوار على تطبيق كلوب هاوس إن الاتفاق الإطاري شمل غالبية القوى السياسية في السودان، وهو الأمر الذي ينفي مبرر العودة إلى نقطة الصفر أو خلق مسار بديل سواء عن طريق المبادرة المصرية أو غيره. وقطع القيادي بقوى الحرية والتغيير المجلس المركزي ياسر عرمان بعدم تلبيتهم لدعوى الحوار السوداني الذي ترعاه القاهرة، وبرر عرمان رفض المجلس المركزي تلبية دعوة الحكومة المصرية باعتبار أن الاتفاق دعوة مصرية لمراجعة كيفية التوافق من جديد. وأضاف عرمان في حوار مع جريدة الجريدة: نحن نفرق بين العلاقات الاستراتيجية مع مصر وسير العملية السياسية التي قطعت شوطا كبيرا. وتعليقا على تطورات الأحداث في السودان وورشة القاهرة، قالت الباحثة والمهتمة بشؤون الدولة رفيدة الشيخ إن المبادرة المصرية ولدت ميتة ولن تمضي للأمام بعد أن تكشف للجميع أن بعض أنصار النظام السابق يقفون من ورائها ويدعمونها. وقالت رفيدة إن جهود مصر يجب أن تصف في دعم الاتفاق الإطاري وليس طرح منابر بديلة، لأن الاتفاق الإطاري حاز على رضاء مكونات المجتمع السوداني ووجد ترحيبا دوليا وإقليميا مع اقتراب انضمام أطراف أخرى كانت ممانعة للاتفاق، مما يشير إلى اقتراب انهاء الأزمة السياسية وتحقيق التوافق الوطني المنشود. وفي السياق يبدو أن الاتفاق السياسي الإطاري في سبيله لأن يكون منصة انطلاق الحل السوداني للأزمة السياسية للبلاد، وبات رغم كل شيء وكأنه يمتلك العصا السحرية، حيث قدم مؤخرا أكثر من حوالي 70% من لجان المقاومة طلبات للانضمام للإطار.